أيها المسلمون عباد الله، إن المؤمن يواصل العبادة لا يكل ولا يمل، يعلم أن رب رمضان هو رب شوال، ورب الأنام هو رب الأعوام ورب الشهور ورب الدهور. المؤمن يحيا على الدوام طائعا لله عابدا لمولاه، عبادة تستمر مع العبد منذ المهد إلى اللحد. إنه لا ينفك عن الاتصال بالله تعالى إلا إذا ابتعد عن الطريق القويم وضل عن الصراط المستقيم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الدوام على العمل الصالح محبب إلى الله عز وجل حتى وإن قل هذا العمل. وقد جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وللدوام على العمل فوائد عظيمة، منها أنه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. ومنها أنها تجعل قلب الإنسان متصلا دائما بالله سبحانه وتعالى. ومنها ترويض النفس على لزوم الخير والطاعة والعبادة والمناجاة والدعاء والوقوف بين يدي الله الملك العلام حتى يصبح العمل سهلا على النفس. ومنها أنها تعرض المسلم لمحبة المولى جل وعلا. وفي الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.